الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. إن شاء الله تعالى maanta waxaanu halkaan ku duubaynaa xalqadii koobaad ruduud in sha Allah ta'ala noqon doona xalaqaad kala duwan oo ku saabsan radiga wadaadka la yiraahdo Xasan Xuseen Aadam. الله سبحانه وتعالى marka uu ciriyo dhul abuuray wuxuu dhamaystiray adoomihiisa cadligiisa iyo ihsaankiisa iyo xikmadiisa weyn. cadligiisa iyo ihsaankiisana waxa kamid ah inaanu cadaabaynin cidna bila damb. ومن عدله وإحسانه إن إنا عذابين حتى أعذرهم إلى وعد دارك كدمي. قال وحلي وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. من هو عذابي إلى أن الرسول صدره. فآياتك لكل يالا ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عيد الرسول كخلافته مركو حق وعداده كدب. marka ayaa loo goodigu yimid haday saatahay oo aanu cadaabaynin ahad bila dam ana cadaabaynin hatta yu'dhirah. Allah subhanahu wa ta'ala adoomihiisa uma samaysan cabath iyo dheeldheel bal wuxuu abuuray xikmad iyo qaayad weyn oo ah inay kaliya caabudaan. Allah wuxuu leeyahay faxsibtum annama khalaqnaakum cabathan wa annakum ilayna la turja'un. ayahsabu al-insanu an yutraka suda إلا يؤمر ولا ينهى. حقوق سواء وحنا الأمرين وحنا لو درينين إن سيدي حوله وكل إسكت دغلارن ميوامه. إلى أدمه حجة وكوجي إقامة الحجة بالرسل رسوش. الله حلي ولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. نبي عليه الصلاة والسلام كتاب الجسد الشيء كتاب كاسنا وحوي كتاب كفلنا دومها الله سبحانه وتعالى إنه حجة كوجو. قفك وحي كل جوهنون يا قفك كل حدنا ورمية. النبي عليه الصلاة والسلام حليه كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وحليه النبي عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وعن ذيك جت وحدات قضاء شيء قبستان إن رمين وكتابك إلهي سبحانه وتعالى. عند كتابك كل كتاب وهدي راعدا ووحي راعداه يا شرعي سنة إلهي وحوي لي أما النبي عليه الصلاة والسلام ينشج إنه ليه مقال يعني هذا الكون فريه أو هذا كره أو بعض اسك دفاعي كره حقا عدين كره. النبي عليه الصلاة والسلام حليه إن لصاحب الحق مقالا. بخاري مسلم يا صالح حديث كصاحب الحق وحليه مقال وبلن قاضي الله غلبي نصره عيد الله على عدي وددي سرعدا ولو مع المبطل الكثرة. صاحب الباطل كثرته حق سابه جرتي الله غلبه نصره وحبلن قاضي أوليديس. يقول الله سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. حق يوم وحكو قنينا باطل كمركز حق باطل كبربرينيه بطل مركا باطل كوابا يسوق ذاهب مضمحل وبابا يا باطلك إن الباطل كان زهوقا. لو حلي كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لو حلي وإن جندنا لهم الغالبون. أيضا صدنا وحكتو صيان محي جوشو إني بدنان يران أنا كحرنين يا كحرن تاعي حق والله وافق والله قاته. والإمام البقاعي رحمه الله تعالى وحليه كما في مصرع التصوف صفحة هذا لا بغى اللحدن يسديد فإن الله تعالى قد ضمن النصرة ولو كان مع المبطل الكثرة. الله وحو ضمانات قاضي نصرة يهيلك ولو كان مع المبطل الكثرة. آيات أيوتريي أي كم تاي ولا تعلمن نبأه بعد حين.
nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu nooga tegey wadacad oo habeenkeeda iyo maalinkeedu isku mid yahaan qorraxdu ka dhicin oo cidii ka leexataa taacid haalika fa salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi tasliiman kathiiran ilaa yowm iddiin intaa gadaal saan muqadimada ku soo sheegay bilowga hadalkayga ruduudani waxay noqonaysaa ay taa ama taayba mid ku wajahan wadaadka la yaqaan xasan xuseen aadam muddo aan yarayn oo sanooyin 10 sano ka badan bal 20 ku badhow ayaan hadba waxay soo gaarayay meelaha lagu faafinayay yani ka shakhsi ahaan anigu taabacadayda markaan cajaladihiisa la yaab kale aan dhageysto 2007 waa ahayd غرائبته وكهضليه والله يابك الدين تألي مفاهيم تقريبا ده كمان وصولين وقت جاه إلى هذا إنه مال بوحلا لا ياب الله صباحي مال بوحلا لا ياب الله صباحي أباديش يسوي قدام بيسوي حاكم ده مركا إنه معتزل النقضي أو دورتي رأيي معتزل هذا أو عقلي إنه وحلا عليه وحنا حرمي وحنا واجبيه سير شرعي وكله بل إنه شرعي كم دي هاي سواء أنك هو فقيه معتزلة قدرية يا شرارته بعض الكاس مركين السجاد حدا بالاني يكون حفوفي وقفك عامي مالين كستأوس وصار يا مفاهيم غريبة الله يابله وحقه الاستاجة يعني حقنا وسن نقون كرينين باطل إنه شيكتنا وسن ماركتي كتشوجين بس جد دير جد جابن بوحو أفولي إنه قال يسيو حكامة المسلمين إيا محكومين علماء طلابت عوامت سواء إسكا إلالينين وحا أحكامتي سان جزافة يقرس كحور لماذا هي أي كان سنكريس جرأة مركي ديرانانتا بعض الكلو ديرانيا dadka qaarkii waxay u sababtay in ay waxa kan la yiraahdo ay u maleeyaan ba inuu annahu ala shay walaysa bi shay وانا اسك سنو ددكا انا aqoontoodu gaaban tahay iyo ruuca wadahma waxay jecel yihiin kalaamka qariibka ee jariiga Soomaalida ragada kuwa aqliga ka hor yimaada ee waxaan la aqoon sheegay yiraahdo waa filosof way koranayaan mugti صريح العقل بكور imaanay iyo صحيح النقل buusa soo daamaryaynaya حقي وصعد بضا مريانية بس أنت سأقول لك الله فيلسوف وهي عبقري عاقلة أو يهرتي سأل الاستاجة كلام بأورانية أصلا كل هذا حماقات جهالات طب دتكم مركز أساسي سجد بعيسين لا ياب مال مركز كلام كجريجة مركز هرا لو يري إذا لبس الحمار ثياب خز لقال الناس يا لك من حماري ضميرك هذا صوحر در حرير مريا حرير وقشته dadku waxay oranayaan laqaal an-naas ya laka min himari alla dameer sana bay oranayaan bal soo Allah fiyoona yaday ya dadku marka waa saawi qoliyaha marka iyagu la yaabani hada waligoodba ma ay arag isagoo ama la radinayo ama la naqdinayo ama wixiisa la sheegayo ayagu waxay u taagantahay sheekhayaga ka hadlay sheekhayaga yiri bay u taagantahay waxana hadaan baratan cid la gelin cid kaama dheeraynayso hadaan lagu la tartamo cid kaama dheeraynayso yaa laga dheereeyaa qof la tartamo laga dheereeyaa laakiin hadaan waligaaba lagu la tartamo yaa ka dheereeyaa timaba lagu jarribine dadkaada ugu dheereeyaa caruurtaadu waxay ku qabaan marka inaad dadka ugu fiican tahay uguna dheereys kama xal la yiri kullu fatatin bi abiha mu'jaba nin ba arkay gabdho intay يعني قشانتيال قبل يرجع الكلام بيلا أنتوا يسوي من بقى بهت فانينس ساس أنتوا يجيب كل فتاة بأبيها جببي قبل كست أبيها دوي يعني وي كفر حسنت ولا نحسنت قبل أباها يبقى حنك أوراني صورت ما بتشلت شو ما قلنيس مركا بحلورن كرا سرع كدهماء قلنا أي حال كود وسيدا يهي أصلا بديعة الدهماء وهي هذا الغريب والجريئة وايس وافقين وافق شن طبقة
laakiin ayaga iyo qeyrkoodba waxaanu sheegaynaa cidka ku kadsoontay iyo qeyrkoodba war hooy waxaa la yiraahdaa المرء عند الامتحان يكرم أو يهان عند الامتحان يكرم المرء أو يهان قفك مركا لا يتحامل لا تشربه بأمل أبال مريا أمل إهانية وأقول يستل إلى ما وضع اللي هذا مركا من كلي أرضي وكلي فلج كيسسينا اللي بنت هذا دركت يجوش يسسينا ياهي وأننا وربضان هاي نوي فتناديسو أيامها عندما بركة وكسي دريسة خوارجتا مذهبكودي iyo mu'taziladu quusaya maalka ka dambaysa waa quusaya halka ugu saxadu tagay halka ugu dambaysa ayuu tagay oo ku sii fogaanay haddana waa jireen dad isku dayday inay radiyaan baadalkiisa si kooban laakiin si ballaaran marna looma radin baadalkiisa oo dhammaystiran oo min kulli janib ah inta la awoodo تامرك مركان أركيبا وحا قوان صدي متوكلا على الله مستعينا به أنا قول إلهي تلا صارنا يا قول مذي قاشان ويدي سنة يا إن آن وحوم بعض الكيسة كامدة مسلمين تقعد يا قارهان صومالي دا خلافناكم أجروا أهل العلم لحديثة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة أرنك إساقا وحا إجماع كسور هريا الشيخ موفق الدين من قدامه وأبو إسحاق الشاطبي باكسور هريا موفق الدين من قدامه روضها كسور هريا مجلد كلا صفحة كونتني تضبط أبو إسحاق الشاطبي وموافقات كسور هريا مجلد كافرات صفحة بقولي أفرتم كسور هريا بل زركشي با وحو الشيغي إجماع الشرائع شرائع دودن إجماع إنه كجود بسنيه ومدة إنه شرائع دودن يسكوا فقصنايين على امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة وأنا أصل شرعي ثابت في حقه صلى الله عليه وسلم حق النبي أنا كسجن قال له حلي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هذا الكسر كشي بحر يوكي على بحر المحيط كمجلد كصدح صفحة هذا أفر بقول سقاشين صدح والشاطبي رحمه الله تعالى وحلي طبعا موافقات كمجلد كفر صفحة هذا بقول لحدن يلح فإن القاعدة المحصلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة الحصلية أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول لا يسكت كما أمس عما يسمعه مغلي ويراه أرقي من الباطل حتى يغيره لا يبدله يبينه وما عديه إلا إذا تقرر مركز سجناتهم عنده بطلانه وحنون باطل يهين مره رسوعد عديه سجناتهم فعند ذلك يمكن السكوت إحالة على ما تقدم من البيان فيه ودعي كدين لقى مصيده لسكور يجنيه بيانك هوري سهر مري ردي كان مركب ردي إن شاء الله تعالى موجز أو قابا أو استدلالات كسبات الكائن رمنينا نكبا بإنه وحنا أبحيي الصواعق السلفية على مجازفات حسن حسين التكفيرية والصواعق ذا وحاليا هنقر هذه أما تشعر أما بلقضة سلفي قاهيد بربولين يسي قرأس كحور لماذا حسن حسين التكفير كصابصا وقرأس كحور لماذا ويحس مجازفة انحرافوي لما يستران wuxuu ku arki karaa radigan marka wuxuu ku arki karaa qofka qaariga ama dhageystaha wuxuu ku arki karaa shiddo iyo adaday ma ka qarinayo qofku inuu runta laazimo waa wax loo baahan yahay ma ka qarinayo shidda عليه على حسان iyo atbaacdiisa takfiirka dhan sababtu maxay tahay laba arrimood baan ugu waaweyn asbaabta shidada keentay waa marka koobaad lidaacatu lisan almardud alayhi mid kan la radinaya aad u carab xun qof af xun marka yaani u jawaabaysid oo arabtid inaa edbisid hada waxa weeye waxay ahaanaysaa ala qadar alxaajati bu kuleelku ahaanay شدته مركب وكوبا نانتا ماشى سوكله لو حليه ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل لو حليه لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وبنانته شدة القصمية إنك صح حسان أفحمه يلي ذنان دين عاس أعيدكو قارك ليس أنا تشيل سيء وعوي فاحش القول وي
badii'u lisaan waa afdheeroobe wadaad aad u afdheer wey oo ka tagay aadaabtii sharciga ahayd iyo kuwii cilmiga ahayd ba ka baxay wey shayga labaad waxa weeye dadka qaarkii atbaac taabici iyo matbuucba laa yusjuruhu walaa yurdicuhu ila alcuquuba cuquubada un baa celisa rifqiga iyo liinka iyo xamaaqa iyo tamaadi bay usii kordhinaysa doqonnimo ay usii kordhinaysa sheekho ma ka daysid sheekho haddii la yiraahdo la baryo garka iyo jilbaha iyo la qabsado saan ma ahan sheekho dadku wuuba afuufmaya markaas wuxuu leekaanayaa jabala Uhud ya maxaa marka loo baahan yahay kaasoo kale dhingada wuxuu tartay darlatu Umar radiyallahu anhu inta sabiiq ibn Asal raadsaday buu dhingad kala daalay waa caafimaad sabiiq waa caafimaad wixii oo dhan waa ka bixin marka saawi xalay wa ba'd an-nas shiriir walakin idha arafa al-uquba taqalla sharru dadka qaar ku waa shar badan laakiin sharkiisu goormuu yaraadaa markuu la ciqaab cuqubada markuu arko xasan marka خصومتيس سلفيين وخلفيين تكفيريين وغيرهم خصومتيس نين waxa kan la yiraahdo waxa u hambeeya ma waa mudaya marka galaasku ku dhaaminayo keelka uu ku beegaya loogu beegaya wadaanta u daraya la daraya markaaga markiina u adkayst muddo hadaad waxa rabti soo sheegaysay maanta xasaaniyiintu waa yoomkoodii way لا تسمعون إلا ما يسيئكم إن شاء الله تعالى قفك حق دونيا حق كهلية قفك أن وحكا ليرادو ولا يزيد الظالمين إلا خسارة ظالم كان خسارة كسي قاضي سأوي قفك حق دونيا أن كان كوكت سومينة سي علم يهود غيست وكهلية والله وحن بلن قاضية وشدان وهذا كان لكن شدة على الحق marna inaana ka bixin adabka cilmiga iyo muraacaadkiisa inaan ilaaliyo taasi waa igu ogti adabka cilmiga wuxuu asoo ku dhiirinayo oo ah waa walac yani ereyga walac ma qaan wuxuu ku arkay mar allaala marka arti walac bu sheegay dad baa walacay wadaada walacay kalaan walacay walac waa maxay walac gabar u reysatay baa walacda wadaadadu miyay u reystay yaa ramiyay yani waa akhlaaq xumo meeshii ugu dambeysay way baa maxay iyo waxyaalaha laga sheegay inuu wadaada inuu ku yiraahdo waa sida sabeen asoolan waxa waa maxay yani qofkan ugu hadalka kan ugu xumbu ka soo doorta taasi adabta cilmiga kuma jirto qofka shakhsiyadiisa in la caayo laakiin mabda iyo fikirka in la ceebeeyo waxa uu aaminsan yahay taa way mid saxda ah nagu waxaanu ka hadlaynaa afkaartiisa way fikirkaana qabsanayna hadalkaani waa hadal baatila hadalkaani waa hadal xun hadalkaani waa hadal gaalnimo hadalkaani waa hadal takfiira hadalkan ama asaga iyo waxa kan la yiraahdo jinsiis mar la laga ma yaabo inaan soo wadaada wallahi ama takasiinay waxaas maxay waa dhaqan xumadiisa moogta waa faaxish alqawl way nin aad u afliita way aadaabta cilmiga meel looga ma jiro waayo ma u dhigan arday ma noqon ma soo dhigan ba aadaabtaas aadaabtana waa aadaab cilmi gaar baa loo bartaa وهذا هذا الكوجود دالينه وقيبه رديجا حسن حسين وردي رديجيسوا waxaan ka dhigay dhowr qaybood buu noqon doona insha Allah taala qaybta ugu horeysa waa qaybtan aanu hadda ku jirno qaybta takfiirka ku saabsan oo la yiraahdo as-sawaa'iq as-salafiyya waxaan kale ku radin doonaa al-hukm bi ghayri ma anzal Allah waxaan ku radin doonaa al-khuruj ala al-hukam waxaan ku radin doonaa xoolaha gaalada in la xado oo wax la yaab leh oo kala yimid meeshada ku arki doontaan waxaan ku radin doonaa khusuumtiisa laynta khusuumtiis in la laayo culimada iyo shacabka iyo qeyrkoodba waxaan ku radin doonaa mawaalaadka waxaan u garnaqi doonaa asaga iyo khusuumtiis ama salafiyiin ha noqdaan ama i'tisaam ha noqdaan ama tabliiq ha noqdaan ama takfiiriyiin ha noqdaan waxyaalaha radiga aakhirkiisa markaan tagno ayaan wixii aanu ku gabagabayn lahayna aanu isla arki doonaa insha Allah taala hada waxa weeye as-sawaa'iq as-salafiyya wi as-sawaa'iq as-salafiyya mawduuca radkaani wuxuu qaybsamayaa afar mabxath iyo 12 madlab iyo 3 mas'alo wi khulaasadiisu
radiga qaybtiisa hore sawaa'iq salafiyya waa maxay waa afar mabxath iyo 12 madlab iyo 3 mas'alo oo qaybsami doona mabxathka koobaad waa xukmu ubaad al-awthan qabla ar-risala inta aan rasuulba imaan dadka ilaahay qeyrka caabudo xukunkoodu muxuu yahay inta rasuulba la soo diray waa mas'alo muhiim ah oo u baahan laga hadlo kana hadlo asagu ra'yi al-mu'tazilana ortiina uu ka doortay waxa weeye saddex madlab baa ku jira xukmu shirki qabla ar-risala intaan rasuul la soo diray shirkiga xukunkiisu muxuu yahay xaalu naas qabla mab'ath muhammad sallallahu alayhi wasallam nabiga intaan la soo dirin dadka xaalkoodu see aha waa bacda risaalati ciise alayhi salaam nabi ciise gadaashiye nabi maxamed alayhi salatu wasallam horti dadku see xaalkoodu aha macna al-fatrati wa hukm ahli al-fatarat fatara maxaa la yiraahdaa iyo xukunka ahli fataraadka waa madlabka saddexaad weey مبحث كلابات حكم عباد الأوثان بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم نبي مركي الله صدر كذب عدي إلهي غير كعبد حكم كذا محيته لا مطلب باكو كده حكم من بلغته دعوة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن بها قف دعوة النبي عليه الصلاة والسلام يسوقر عن رومين مطلب كلاباتنا حكم الكافر الجاهل الذي لا يدري ولم يسمع عن حكم الله مع قيام حجة الله في الأرض قال كجاهل أن مغلين أن قرنين أو أن مغلين حكم كإلهي iyadoo xujada ilaahay ay dhulka ka quntay aan maqlin asaga ay soo gaarin xukunkiisu muxuu yahay waa ka hadli doonaa mabxaka saddexaad wuxuu ku saabsan doonaa xukmu man waqa'a fi al-kufr ba'da thubut al-islam lahu qofkii ku dhaca gaalnimo marka islaantinimo u sugnaatay kadib wa fihi sittatu matalib waa maxay waa lix madlab ku jira ma yathbutu bi islam al-mar muxuu ku sugnaadaa waana meesha ugu daran waana meesha uu ka dhacday ay ka socoto يعني مطلب كان يا مطلب كدم بياي معركته كدعي دونته marka حكم ما وقع في الكفر بعد ثبوت الاسلام له كاوي midkaasku qof islaantinimo sugnaatay aan soo ogolnaa qofkan inuu islaamay maalmaha kamid ah islaam ah hadii uu gaalnimo ku dhaco xukunkiisu muxuu yahay ma horu ka gaaloobaya ma dawaabid baa jirta ma shuruud baa jirta ma waanic baa jirta hadaysan jirin waa baab haday jiraan maxay yihiin teetrodoodu tahay maxay kala yihiin halka weeye meesha doodo ay macrakadu ay ka jirto قال أن صو إسلام معركته كما بتشرت بس الجاهلين تيجي أحمد قرطة وملايين واحد مركز اللحم مطلب باكو تشرت مطلب كوادو حوي ما يثبت به إسلام المرء إسلام المرء قف كإسلام تنويس محك سكناتا قرما لورنا يو إسلام أنواع الكفر وبيان ما ينقل من الملة وما لا ينقل منها إن نوعية قال لماذا الله عدي مدة دين تلقى بحي مدة لقى بحن مطلب كحجاي وحوي صدق هذه التكفير حكم شرعي لا مدخل للعقل فيه تكفيرك وحكم شرعية عقلنا شغاكم عليه وإدراجاي مريد حكمك مطلب كافراد وحوي خطورة التسرع في التكفير قال لماذا إن وحلا تكفيرية ومسلمين تلا قال يسيا ركع السجد ركوع سنة السجود سنة قال يسياهي خطرت إلى ذاي مطلب كشناد وحوي فرق يقول حياة إطلاق يتعينك يكفر النوع يكفر العينك يعني إلا يرى قفك أنا وحنا وقال لما يوقفك كل عيبة قاله قفك يحكمك إن اللي بكليهين قفك يحكمك إن اللي بك وحس ووحي تكفيرك فهم وعين وحنو كأن دون أقوال أهل العلم في المسألة وما نباهنا محي إيش كان نعنع الله وما باهنا مطلب سديداد ضابط التكفير المعين وفيه الشروط والموانع شروط هي موانع هالكذا كتير الأمرك يا أسبابته تكفير المعين مبحث كافر هذا قدام بيا وتحليل محل النزاع من موضع الإجماع في العذر بالجهل إن النكلا وفنوك لهذه النوع حاجة الله يسكو هيا إلا واحد الله يسكو هيا هدان لقى وضع هالين أو واحد الله يسكو هيا نقف كستو كهالله أنا وأن واحد الله يسكو هيا كهالله خاص ميجيقونا واحد الله يسكو هيا كهالله دوّد اللي جاري مي لكن فرت مركب بوقت على صار لي هالكا ويمشي نحنون يسول الله يسكو هيا ولا سلا قراني يدا الله وضع إيماني لكن هذا بنانك قرونك بنانك ساعة شوك هذا جديه سوق قلين هذا واحد ماذا إيمان محل النزاع ماذا إيمان لا مطلب كتشده الفرق بين الكافر الجاهل والمسلم الذي جهل مكفرا فوقع فيه فرق موضع يا قال كجاهل كا يا مسلم كا أي كقرصون طي قال لي مقرن ويا كل عي قال لي مقرن ويا واسمي يا قال أن ولي بإسلام فرق موضع يا مسوم مرحي وما لا يكون ريرم مطلب كاس لبعض وحوي جوابا جواب إنه شبهات كتكفير كان حصانة الكفر الصريح والمآلي والضراب التكفيري فيه بأنه قال الدونا
waxaan ka hadli doonaa kufriyaad sariixa gaalnimooyin cadcad oo inkiray baanu ka hadli doonaa waxaanu cadayn doonaa tanaaqudka iyo daraabka takfiiriga fil udri bil jahl markuu joogo si isu baranbaray isu doomariyay ayaanu ka hadli doonaa hadda waxaanu galeynaa marka al-mabhath al-awwal oo xukm cibaadati ghayr illahi qabla risala ilaahay ghayrkii la caabudo intaas risaaladu iimaan xukunkeedu muxuu yahay saddex madlab baa ku jirtay madlabka koobaad waa xukmu shirki qabla risala intaan rasuulka la soo dirin shirkigu muxuu ahaa intaan rasuul la soo dirin rasuul intaan iimaan shirki muxuu yahay xukunkiisu muxuu yahay waxaan oranaynaa al-ishraaku billahi iyo cibaadatu al-awthan waa muharram waa qabiih waa wax xun oo liita qabla sharci wa ba'dahu waa imaan doontaa waxaana lagu garan karaa xumaantiisa aqliga iyo fitrada lagu garan karaa inuu xun yahay intaan rasuul iimaan waa lagu garan karaa laakiin aqligu iyo fitradu wax ma xarimaan waxna ma xalaaleeyaan shirku qabla risalati waxun oo حارانا وحنا وامحي حارانا ويمكن إدراك ذلك بالعقل عقل قالوا قرن كرانين وحن جاي يفضل لكن حرمضة واجبك يا حراسة وحا إسكاله شرعي يا إسكاله وحلم إذا شركة كلية معنا كفر كستا كإنكار الخالق خالق لا إنكاره وإنكار البعث والنشور وغير ذلك من الكفر الصريح يكون قبيح بل ما إيمان زمن أي حراشي حاران تسناتي ودتك اللي بني قبيح كستا واستوى فيه التوحيد والتنديد والكفر والإسلام والطيب والخبيث ما إيمان بل ما زال الكفر كفرا والشرك شركا والقبيح قبيحا عبر العصور والسنين والأزمان والدهور شرك بوها كفر وكفر بوها قبيح وقبيح بوها حاران حاران بيهايد يا حمان بيهايد زمن كستي وقت كستا الله سبحانه وتعالى قرآن كيسوي كل شيء أدلة عقلية دالة على قبح الشرك والكفر أدلة عقلية أو كتصيص الشرك والكفر وإنه وحنيه إنه قبيحين عقلا قبل أن يكون قبيحين شرعا الله سبحانه وتعالى وحليه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء الآية إلى تصالة وحوص قاطي مثلا رجلا فيه شركاء قال إسلام هذا متشاكسون اسكوها يستوي أخلاق متشاكسون ورجلا سلما خلوص قاروا لرجل وأضون قاروا هل ملكيلي هل يستويان مسميهن مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وحليه ابن جرير الطبري تفسير كيس مجلد كلابا صفحة بقول سقاشا يلحي لا بقول سقاشا يتضبط يقول الله تعالى ذكره مثل الله ألا وحد الشيء مثلا تصالح وحسوقة للكافر بالله متك لك قالوا بي الذي يعبد آلهة شتى إلى يكل الدوام ويطيع أطيع يا جماعة كوح من الشياطين والمؤمن مؤمن كالذي لا يعبد أن عبدني إلا الله الواحد يقول الله تعالى ذكره ضرب الله مثلا ألا تصالح وحسوقة لهذا الكافر رجلا فيه شركاء يقول هو بين جماعة مالكين بقدح متشاكسين يعني مختلفين اسخلاف متنازعين سيئة أخلاقهم خلاقهم يحنطا من قولهم رجل شكس إذا كان وهدوية سيء الخلق وكل واحد منهم يستخدمه وأدكسنا بقدر نصيبه وملكه فيه ورجلا سلما لرجل يقول ورجلا خلوصا لرجل يعني الموحد يعني المؤمن الموحد الذي أخلص قارئ لعبادته لله لا يعبد مع عبده غيره ولا يدون لشيء سواه بالربوبية إلى أن قال إله كيري وقوله هل يستويان مثلا يقول تعالى ذكره هل يستوي مثل هذا الذي يخدم أديك يا جماعة شركاء سيئة أخلاقهم مختلفة فيه لخدمته مع منازعة شركاء فيه والذي متك يخدم أديك يا واحدا من لا ينازعه فيه سنكويسا منازع إذا أطاعه أطاع عرف له موضع داعته هل كو أطيع أيو قرانا وأكرمه وكرامين وإذا أخطأ سفح له وكعفية ووعفية عن خطأ قفكيس يقول وحلي ألف أي هذين أحسن حالا كيوان أكسن لبضان حال ذهان وأروح جسما تلكيسنا راح يستي وأقل تعبا ونصبا والإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير مجلد كافرات صفحة الشنب قولي يصدم وحكولي والمعنى هل يستوي مسمية هذا الذي مت كان يخدمه وأديك يا جماعة كو شركاء أخلاقهم مختلفة أخلاقهم ذي كالدوانته ونياتهم متباينة يستخدمها يدكسنا كل واحد منهم فيتعب وداليا وينصب وداليا مع كون كل واحد منهم غير راض بخدمته متك سنة لكم هذا جيسا هذا جيسا لكم أهين والذي متك يخدمه واحدا لا ينازعه غيره إذا أطاعه رضي عنه
فإن بين هذين لبضا waxa u dhaxeeya min al-ikhtilaf al-zahir al-wadih ma la yaqdir wuxuusan awoodan aqilun an yatafawaha inuu ku hadlo bistiwaa'ihima inay ismayiin لأن أحدهما في أعلى المنازل البجوغة والآخر في أدناها وانتصاب مثلا على التمييز المحول عن الفاعل تمييز كادو محول يا غير محول وقيب سمى تمييز النسباوي تمييز ذات كما وكان محول عن الفاعل لأن الأصل هل يستوي مثلهما وأفرد التمييز ولم يثنه ما تثنين ولا كليي لأن الأصل في التمييز الإفراد لكونه مبينا للجسم وجملة الحمد لله للجنس وجملة الحمد لله تقرير لما قبلها من نفي الاستواء وللإذان للموحدين بما في توحيده من النعمة العظيمة المستحقة لتخصيص الحمد به نقوش واسكب بسينيا مركا واي ردود أن طالب علم يخصيصها نينك أن فاهميننا وحبك فاهمينين وأنا عربي قرانينين هدينو ردود أنا كلا يسكب مشغولية ما يينو دقيستبع وإنه يكون مشغول وامحي ما ينفعه حاحتروا له أو إنه كتيبات يرير ينتبه 10 دقيقة قال ثم أضرب سبحانه عن نفي الاستفهام المفهوم من الاستفهام الإنكاري إلى بيان أن أكثر الناس لا يعلمون فقال بل أكثرهم لا يعلمون وهم المشركون فإنهم لا يعلمون ذلك مع ظهوره ووضوحه ساوي وجه الاستدلال كمركا آيات وحوي الله سبحانه وتعالى مثال عقل يبوح أسوقاتي oo ku tusaya ala qubxi shirki wa husn tawhid rajulka marka shuraka sayyul khuluq isku haystaan la yu'inuhu idha ajaz wala yaghfiruna lahu idha akhta hadu aajisana caawin mayaan hadu gafana u dhaafin mayaan mid kastana wuxuu doonayaa inuu xaqiisi ka oofsado lamin maaha adoon khaalis ah rajul khuluq wanaagsan oo caawinaya hadu aajiso oo u dhaafaya hadu khaldamo tusaaluna waxa weeye muraadka laga leeyahay tusaalan waxa weeye عقل وحكتصيا على قبح الشرك شرك إنه اللي تكتصيا وأن الإخلاص لا يستوي مع الشرك ضرورة عقلية هذا أبلغ الأمثل مثل وأبينه تصالمتك وواضح سوي إذا وحو عقل وقرن كرقبح سنة لا يكون مباحا مباح ما بنقون كربا أما خلوا من الأحكام الشرعية أما وح بلا حقنا من نقون كره وح بلا حقنا من نقون كره سدا ayaa shaaciladu sheeganayso xasaana uu laftirkiisu man markuu waafaqay waxyaalaha qaar kood afcaal adoomaha qaar kood ay leeyihiin buu bila xugun ka dhigaya sida shaacilada oo kale fi qarni law zaman min al-azman adoonku ha garanayo ama yaanu garanayn ibn Hazm rahimahullah ta'ala wuxuu ku leeyahay ihkaamka mujalladka koobaad safxada 58 wuxuu ku leeyahay فلم يخلو كما مر أن قطوا وقت من الزمان عن أمر ونهي وقت الزمن ككمذا أمر النهي كما مرنين أمر كنهي ومرك سواتشلينوي وعليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب الأمثال في القرآن صفحة كنتن يافر حكلية ومنها قوله تعالى آيات سوق فسر ضرب الله مثلا الآية هذا مثل تسالوي ضربه الله سوقاته سبحانه للمشرك والموحد فالمشرك بمنزلة عبد بوجوغا يملكها أي ملكيان جماعة متنازعون مختلفون متشاحنون والرجل المتشاكس ضيق الخلق خلق ذي سمتك عريرك تايوي فالمشرك مشرك لما كان مركو هذا يعبد مدعبدية إلى آلهة إلهية شتى كلا الدوان شبه وحلو شبه بعبد يملكها أي وذاقان جماعة كوع متنافسون إسايسته في خدمته لا يمكن أن ترتمي لا يمكنه أي سلطة هنا يبلغ إنه قال رداهم أجمعين والموحد لما كان مركو هذا يعبد الله لم يعبده وحده وكله فمثله كمثل عبد ويا الرجل إنه سوق واحد قد سلم له وعلم مقاصده مقاصد سوقرانه وعرف الطريق إلى رداه وضضر لأنشي صلى الله عليه وسلم فهو في راحة بكثرة من تشاحن الخلطاء فيه كو حسكوا هستين سوق بصدان صلاله بل هو سالم من وبنبحي ويا لمالكي متك اسكال من غير تنازع فيه مع رأفة مالكي مالكيسو يسوق لبرنا يبيه ورحمته ونحرسنا له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه فلا يستوي مسمين هذان العبدان لبضان أضوني هذا من أبلغ الأمثال أمثال شمتك وحي الليل ويا فإن الخالص لمالك واحد يستحق ومدين من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما لا يستحق حسن من صاحب الشركاء المتشاكسين الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون آيات اللبات قوله تعالى ويا أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار الله سبحانه وتعالى يسوق نبي يوسف كشاكينيا ayuu wuxuu leeyahay labadiisa saaxiib wuxuu ku yiri isagoo u cadeynaya xumaanta shirka oo ay leedahay daliishanayaan aqliga iyo tafkiirka arbaabun ilaahiyo wa aaliha mutafarriqa kala duwan mukhtalifa iskhilaafsan miyaa ka khayr badan alle mise alle kaligi alwaahid alawahid
الإمام ابن جرير الطبري وحكولية تفسير كيس مجلد كتبانية صدحات صفحة بقول لحدن يصدح وقوله أرباب متفرقون خير من الله الواحد القهار يقول حوران يا الله عبادة أرباب إلهي إلا عبد شتى المتفرقين وآلهة لا تنفع ولا تضر خير يا خير بدن أم عبادة الله المعبود الواحد الذي لا ثاني له في قدرته وسلطانه الذي قهر كل شيء فذلله وسخره فأطاعه طوعا وكرها. قرآنكم أمثلة وبديي والأدلة العقلية والفطرية إنه كعد يقبح الشرك والكفر وإظهار حسن التوحيد والإخلاص حكم كاس قرآن كسارة حكم كدين تاسارته عقل يقول وحد ذلك يا حمانة إلى ذحي عقل وهذا صنع هاي متك تصيا حمانة الشركة يحسن التوحيد دي تصالياش إن لسوقات تاهي معنى ميالتين تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ساوي تكرار كذي سوء العلم تيدون بلا فائدة أي نقول الله الله سبحانه وتعالى ومنزه من ذلك كله فله الحجة الدامغة والحكمة البالغة. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى مدارج السالكين مجلد كوكبات صفحة الله بقول صدن يسدد وحكله وكذلك إنكاره إنكريدي سبحانه وقبح الشرك به وإنكر في إلهيته وعبادة غيره معه بما ضربه له من الأمثال وقام واجوتي على بطلانه من الأدلة العقلية ولو كان هدوءها الله إنما قبح بالشرع شرعي وكليه هدوء حمية سيدا شاعر ذو لم يكن ما هذا لتلك الأدلة والأمثال معنى. وعند النفاة التحسين والتقبيح يجوز وحبرنا في العقل أن يأمر إنه أمر بالإشراك به وبعبادة غيره وإنما علم قبحه بمجرد النهي عنه بيلين يقول عليين وحن حكم مله منح من وناكسنا قبل الشرع انت شرع إيمان لكن شرع مركو يمادو أيا حمان يسمان إيمانيس waxa marka dhici karaysa shirkiga waxa xumeeyay sharciga xumeeyay haduu sharcigu amri la wax fiican ma ahaan laha ayay leeyihiin tawxiidka sharciga wanaajiyay haduu sharcigu reebi la muxuu noqon laabay waxa uu noqon lahay waa sida ay leeyihiin faya ajaban wallahi أي فائدة مركة تبقى هرس في تلك مثال تصالياشا والحجج والبراهين الدالة تسس على قبحه في صريح العقل والفطر وأنه أقبح القبيح وأظلم الظلم وأي شيء يصح في العقل إذا لم يكن هذا صانعين فيه عقل يمد كسوغيه علم قرش بقبح الشرك الذاتي وأن العلم بقبحه بدهي إنه معلومة له قرن بضرورة العقل وأن الرسول نبهوا إن يبرع الشيء اللهم على ما في عقولهم وفطرهم من قبحه وأن أصحابه ليست لهم عقول ليس لهم ولا ألباب ولا أفئدة بل نفع عنهم السمع والبصر والمراد وحلوقت هذا سمع قالوا دي بصر كسمع القلب وابصره فأخبروا الحشي أنهم صم بكم عميون وذلك وصوا قلوبهم قلوب توضى ساعة أنها لا تسمع ولا تبصر ولا تنطق وشبههم وحكوا شبه بالأنعام التي لا عقول لها تميز بها بين الحسن والقبيح والحق والباطل ولذلك اعترفوا ويقلتين في النار بأنهم لم يكونوا إنسانهم من أهل السمع والعقل وأنهم لو رجعوا هذا ونقلنا هنا إلى أسماعهم وعقولهم العلم وحي وقال لها حسن ما جاءت به الرسل وحيلت من دون ونكسي وقبح مخالفتهم أيويل شركه مركا وأقبح الذنوب وأشدها خطرا وأكثرها ظلما مدك وقدرا وي صورة قل ما يجوز في حال من الأحوال مرة ما بنانا جواز كيسي إباحة سنة وأمحل المحال وأبعد الأشياء عن الإمكان أمحل المحال وأبعد الأشياء عن الإمكان وي إنه بنانا هذا الشرك سنة قارنا وقتنا زمننا مرنا ما بنانا كر الشرك إغاثة اللهفان روح كلية ابن قيم مجلد ككوبات صفحة اللحدان شركه حرمديسا اسغو سي عدينيا قال والمقصود ان الشرك لما كان ظلم الظلم وقبح القبائح وانكر المنكرات كان وحو هذا ابغض الاشياء مدك لوغو نعبيه الى الله وانكرها له واشدها مقتا لدي وانكرها له واشدها مقتا لديه ورتب وحو كترتبي عليه من عقوبات الدنيا والاخره ما لم يرتبه حسن كترتبين على ذنب سواه واخبر وحو انه لا يغفر له صداف وان اهله نجس ومنعهم وحو ديد من قربان حرم كيسين ودوادا وحرم وحو حرمي ذبائحهم غورعودا ومناكحاتهم غوركودا وقطع واغويا الموالاه بينهم وبين المؤمنين وجعلهم وحو كيل اعداء له سبحانه وللملائكه وللرسل وللمؤمنين وباح وبني لاهل التوحيد اموالهم ونساءهم وابنائهم ان يتخذوا من كيشا عبيدا وهذا لان الشرك شرك وهضم ودمن وحل دمنيه لحق الربوبيه وتنقيص نقصان ويا لعظمة الإلهية وسوء ظن برب العالمين رب العالمين أو ملح لو ملايين يوي شركه مركا وامحي ووحى سأقول توي كما قال تعالى سؤال ويري ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا الظانين بالله ظن السوء ملح بكملايين وسوء ظن مركا شركه إن صاد الله دونك سكف لنا الله نوح لي ليس الله بكاف عبده فلم يجمع الله مجمعنا على أحد من الوعيد والعقوبة ما جمعه جمعية على أهل الشرك فإنهم ظنوا وحي ملايين به ظن السوء حتى أشركوا به لا يشرك يلين ولو أحسنوا هدي وناجين الله به ظن لا وحده وتوحيدين لا يلحق التوحيد سأيولي ابن القيم رحمه الله تعالى
ضرب الأمثلة مركا يحجج كعقل جاهي سلو عد يحسن توحيد كي يقبح كشرك خاص كما القرآن بل سنة يا أيضا الله تمد إنه يا هذا ظاهر من صراحة العقول وبدائه الفطر سنة الضروب بيلا من نوعيه كم إذا محي أمثلة داس وحكم إذا حديث يورينا يان الترمذي وابن حبان يا غير الإمام الألباني وكسحيحية في صحيح الجامع والمشكاة وحديث الحارث الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحي إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا ب5 كلمات شكل بأمرين يعمل بهن وكعمل فليا ويأمره فليا بني إسرائيل أن يعملوا بهن وإن عيسى قال له النبي عيسى وحكير إن الله لقد أمرك والله ضاهي مكت وإن الله لقد أمرك وحكى أمر ب5 كلمات تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تأمرهم من أذامت وإما أن أمرهم أما إن أنا أمره قال فجمع الناس دتك بسؤال ويحيى في بيت المقدس حتى امتلأ إلى بحسمي وجلسوا فلسطين على الشرفات فوعدهم ووعدي وقال وحي إن الله جل وعلا أمرني وحي أمري ب5 كلمات أعمل بهن إنكم عمل فلو أمركم إذا أمر أن تعملوا بهن أولاهن وحدوه الرئيس أن تعبدوا الله لين العبدا ولا تشركوا به شيئا ومثل ذلك وحكت سالي النبي عليه الصلاة والسلام مثل رجل سيدن اشترى سوقته عبدا بخالص مال حوله قال كاي خالص كاه بذهب ورق أما فضة وقال له وحكي أدونك سوقته هذه مدان دارتي وهذا كان عمل شقده دي وي فجعل وحق ذا قال العبد يعمل عمل فلا وشقينا ويؤدي وجدنا يوحصاه إلى غير سيده فأيكم كأن النبي يسره فرح قالنا أن يكون عبده أدونك هكذا ساعة وإن الله ألا خلقكم الصقاد نبر ورزقهم إذن بيله فاعبدوه عابدوا ولا تشركوا به شيئا حديث كان مركب وحكوا سجن بيان يعدين قبح الشرك وأنه ظلم للخالقين وياي مثال عظيم يحج عقلية أو تبين لهم سوء فعل المشرك مشرك فعل كيس إنه حياي إنه ياي مد ربه مسيء لربه إذا أحسن إليه ألا مركو نعمسي مد حميي ومشرك له إذا أنعم عليه ونشرك يلا مركو له النعمية بكتوسيسا مسائل بدنا أنه كهل الدونه وأي كم ديهن على فترات وأي كم ديهن حكم حسن قبحك وحي كل سنين مسألة مهمة وضدك اسكو خلافين وطلبة علمه لربينا يسفي عن سجديجان ومسألة التحسين والتقبيح العقليين ومعنه وحوي عقله مقرن كرا حسن الأشياء وقبحها وحنيني في عين عقله مقرن كرا وحنا حمانتي عقله مقرن كرا وحلو يقال مسألة التقبيح والتحسين والتقبيح العقليين أما الحسن والقبح العقليين بلو يقالنا صدع قبيض بوكالة شابين لبا طرف يا وسطكم مركز تواهل السنهوي أشعري يا صحابتي waxay diideen التحسين والتقبيح مطلقا عن أفعال العباد قبل ورود الشرع فلا يترتب على الأفعال والأقباح حسن والأقوال حسن ولا قبح ولا تكليف إلا بورود الشرع يوعي إلى ذين شيء يعني حمان يا سمان حاران يا واجب عقاب كل وحلقوا في أيام حي بعد الشرع شرع ومركو يا كذب وشرك حمان يا ونقنا يا حاران العقاب يا صاحب كيس سايي إلى ذين وعكسوا التستي معتزلة يعد وافقدي وما تريدي يا الشيعة كمدها ما تريدي يدو وكلا تبين ما تريدي يدو تحسين كي تقبيح توحيد كي الشرك هذا يجي هذين وعقليا بيجي هذين لكن وحي كصهري وسمعيا بيجي هذين الشيعة سيدا ذا يوجس كمعتزلة معتزلة قدرياوي بابك عقيدة وقارة ما ظلبا وحي يوم مركو كنت المعتزلة ذا يا الشيعة iyo ma turidiyada oo ayaguna dhanka shirkiga tawxiidka soo maray waa bitahsiin wa taqbiih al-aqliyan qabla wurud sharci ku tageen markaas waxay ka dhaliyeen al-wujub wa at-tahrim wa ath-thawab al-iqab waxay yiraahdaan aqligu wuxuu garanayaa xusna shirki wa qubxuhu buu garanay isla markaana waa waajibinaya tawxiidka shirkigana wax rimay isla markaana iqaab ka ratibay bay yiraahdeen cagsiga nimanka kale ashaaciradu intaaba bacda sharci bay ka dhigayeen intaaba ayaguna muctasiladu maxay ka dhigeen قبل الشرع بكدجين أهل السنة يا ده حيستي أو مذهب كالصحة أنا واحد كنت جين الشرع يقول إنه عقل يقول إنه هليلة يحسن الشيء وقبحه قبل الشرع وهليلة كره لكن تحسينك لكن إيجابك يا تحريمك عقابك يا ثوابك شرع قاس كله وحنا عواد قرن كده إنه حياه وحنا عواد قرن كده إنه واجب إنه ونكسيه لكنه كان واجب هي كان حاران يا اسكله شرعي اسكله واحكام شرعيه واحكام شرعيه يي لهذه
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وثوابته عقابته الله بدا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحليه كلام فصلي ودير كجاه لي مسألة ذا وكويا لب الجواب الصحيح مجلد كلام صفحة 307 إلى 384 قال وقد تنازع الناس دتك واسكو قبصدان في حسن الأفعال وقبحها كحسن العدل والتوحيد توحيدك والصدق وقبح الظلم والشرك والكذب هل يعلم ما لو قرنيا بالعقل أم لا يعلم إلا بالسمع وإذا قيل أدلة إلى أنه يعلم بالعقل فهل يعاقب من العقاب يا من فعل ذلك قبل أن يأتيه الرسول على 3 أقوال 7 أقوال باكوتش تبيه معروفة ليقان في أصحاب الأئمة وغيرهم وهي 3 أقوال لأصحاب الإمام أحمد وغيرهم فقال وحتى طائفة لا يعرف ذلك إلا بالشرع ولا بالعقل وهذا قول النظار المجبرة إن درجات كمجبرة هذا قول كوديوي كالجامع بن صفوان وأمثاله وهو قول أبي الحسن الأشعري وأتباعه من أصحاب الأئمة الأربعة كالقاضي أبي بكر بن الطيب وأبي عبد الله بن حامد والقاضي أبي يعلى وأبي المعالي وأبي الوفاء بن عقيل وغيرهم وحنابلة شافعية مالكية اسكتشتوي وقيل وحلي بل قد يعلم ولو قرن كره حسن الأفعال وقبحها بالعقل انت والقوة صعدة marka hore markaas laba u kala jabay yani marka hore ma lagu garan karaa mise lagu ma garan karo ku yiri lagu ma garan karaa ay hore mare ku yiri waa lagu garan karaa laba u kala jabay ahlu sunnuhu kuwan dambe ku jiraan yiri waa lagu garan karaa قيل بل قد يعلم الحسن أفعاله وقبحها بالعقل قال أبو الخطاب محفوظ من أحمد وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين وهذا هو المقول عن أبي حنيفة نفسه وعليه عامة أصحابه وكثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث كأبي الحسن التميمي والخطاب وأبي بكر القفال وأبي النصر السجسي وأبي القاسم سعد بن علي الزنجاني وهو قول الكرامية وغيره من النظار المثبتة درجات كمثبتة قدر كسوق يسوي للقدر كوي مجبردنا مجبرده يقدر يده لبض بقدر كوي كوي كتل حتى سجودي سنة ومجبره كوي إن كندي كتل حتى أنا وامحي قدر يوي وهو قول المعتزلة وغيرهم من النظار قدرية ثم هؤلاء على قولين منهم من يقول يستحقون عذاب الآخرة عذاب كآخرة مدين بمجرد مخالفة للعقل عقل إن خلافين كقول المعتزلة والحنفية وبالخطاب وأنا قول كحسان ساعة دون وقول هؤلاء مخالف للكتاب والسنة قول خذونا كتابك السنة خلافين قال ومنهم واحد كم من يقول قال وراني بل لا يعذبون العذاب حتى يبعث إليهم رسول كما دله سوق تسي عليه الكتاب والسنة لكن أفعاله مع أفعاشه تكون وحين قلنا مذمومة مثل عاي وممغوطة لأن عي يذمها الله إلهي سبحانه وتعالى ولا عين ويبغضها ونعيبها ويصفونه وحلوة المامية بالكفر الذي كفر يذمه الله والله ولا عين ويبغضه ونعيبها وإن كان لا يعذبهم سوى عذابين حتى يبعث إليهم رسولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما تقدم إن الله نظر وإجا إلى أهل الأرض فمقتهم وأوعرضي عربهم عربتوضي وعجمهم عجبتوضي وأوعرضي إلا بقايا من أهل الكتاب هرادي أهل الكتاب كهرادي كأمويه وإن ربي قال لي وحي يقول في قريش كدحكع فأنذرهم قلت وحن إذا يثلقوا وحي بربلنا يا رأسي مدحي حتى يدعوه إلي كديا خبزة حبة خبزة قال وحي قال إني مبتليك وكو يتحامي ومبتل بك منزل عليك كتابا لا منزل عليك وحن سودة جنيا كتابا لا يغسله الماء وتقرأه أدخلنا سنائمة ويغضان فابعث الدر جمدا عيدا جاءتك ودر أبعثوا أندريا مثليهم وقاتل لدك ألم بمن أطاعك عدك وأطيع من عساك عديك وعاسد وأنفق عليك بحي حوله وكوكو بحنا ياوي قال إني خلقت وعبر عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم وحي كحرمت ما أحللت لهم وأمرتهم وحي أمرت أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كل مولود متكسر يولد على الفطرة وفي رواية وهذا الكي وحصعد هذا كان ودن ياله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال وفي رواية على هذه الملة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة سيدة بهيمة رشو بهيمة جمعاء ميسرا تحسون فيها من جدعاء مثل قان مكوار قيسان مايا ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه اقرأوا أخرين إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها قيل يا رسول الله أرأيتك ورا من يموت متك دماء يوم من أطفال المشركين وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا عاملين الله وحقوق ألسن وحي سمين لها يندي وين الله ومع مقت الله لهم الله سووا عريسا فقد أخبر وحشي أنه لم يكونوا نصانه ليعذبهم من عذابه حتى يبعث إليه رسولا وهذا يدل على إبطال قول من قال إنهم لم يكونوا مسيئين ولا مرتكبين لقبيحا يعني إنه وحن سمينيين إسلام مركانوا سنة الله عقابين إلا والرسول صدره رد وحي كتاب لبدا قلبا يرحمان يسمان من ما يسمينين رد بكويه إلى وسمع ويمد حمان يسمان من ما يسمينين يقول هذا يري ويسمينيا لكن ولا عذابيا حتى جاء السمع وقول من قال إنهم كانوا معذبين بدون السمع إما لقيام الحجة بالعقل
كما يقول سيراني من يقوله من القدرية أو حسان هالكانوا دورته إنه إيمان دوتا سوى صح الشيء. قال وإما لمحض المشيئة كما يقوله المجبلة. قال الله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة مما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال تعالى ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فهذا يبين حادينا أنه لم يكن معهم ليعذب الكفار قال هذا بالعذاب حتى يبعث إليهم الرسول صدره. وبين وحادي أنهم قبل الرسول كانوا إليها قد اكتسبوا وشغيستي الأعمال أعمال شغيستي التي أعمال توجب المقت والذم وهي سبب للعذاب. لكن سرد العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة سبب العذاب وقيام الحجة. خلاصة هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مذاهب الناس دان كوسو خلاصية في حسن الأفعال وقبحها واللبق والمرق في أول الأمر. قالت لا يدرك ذلك إلا بالسمع. وأنا قولك مجبلة من الجهمية ولا شاعلة وما وافقهم على ذلك. قولك لبعض واحد ويقول من قال يدرك حسن الأفعال وقبحها بالعقل قبل ورود السمع بل ذلك. وأنا قولك أهل السنة يعد وافق ذي ومعتزلية غير قضاء كدمنا وكالة تبين أصحاب القول الثاني باكالة تبين تحليلك عقابتك وكالة تبين معتزلة وحي إلهين يعد وافق ذي وما تريدية شيء عقد الرياء يستحقون العذاب بمجرد مخالفة للعقل. قول كان نوح خلاصية كتابك السنة أهل السنة نوحي إلهين لا يعذب حتى يبعث إليهم رسولا سيدا كتابك السنة وكتصية لكن أفعال شهود مركز توامحي مدعايان وقال له النعبي أيوي. الإمام القرطبي رحمه الله تعالى مفهم كوحو كله مجلد كتب صفحة بقول ليحدن يلبو سوى حديثك شرح حديثك وشيء إن الله نظر إلى أهل الأرض شيخ الإسلام الشيء وعي قوله إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم الله ونعي عربهم وأعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. نظر بمعنى أبصروي والمقت أشد البغض أراد مدة قدروي وأراد بالعجم هنا كل ما لا يتكلم بكلام العرب ويعني بذلك قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم نبي أنت صادر وي وذلك أن كلا الفريقين كان وحى يعبدوا مدعى عبد غير الله أو يشركوا معه غيره فكان الكل ضلالا باضبا عن الحق خارجين كبحي عن مقتضى العقول والشرائع فأبغضهم الله لذلك أشد البغض لكن لم يعجلهم كمدة بالانتقام منهم حتى أعذرهم إليهم بأرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا قطعا لمعاذير تودو قويني وإظهارا للحجة عليهم. وإنما استثنى وحصورها من بقايا من أهل الكتاب لأنهم كانوا وحيا متمسكين كواهسا بالحق الذي جاء به نبيهم ويعني بذلك والله أعلم ما كان وقفك هذا وفي ذلك الزمن متمسكا من بدين المسيح لأن من كفر عيدك قالوا من اليهود بالمسيح لم يبقى باقكم معهن على دين موسى ولا متمسكا منها بما في التوراة ولا دخل في دين عيسى فلم يبقى مهر أحد من اليهود متمسكا إنه بدين حق إلا من آمن بالمسيح مسيح عدي رميسين واتبع الحق الذي كان عليه وأما من لم يؤمن به عدا نبي عيسى رمين فلا تنفعها أنفع ميس يهوديته ولا تمسكوا بها إنه يهود ما يسطو لأنه قد ترك وحو كتجي أصلا مكتجي عظيم وين مما فيها أكويا للتوراة وحكويا لها وهو العهد الذي أخذ عليهم في الإيمان بعيسى عليه السلام. وكذلك نقول وحنرن أن كل نصراني كستا وبلغه قال أمر نبينا وشرعنا فلم يؤمن بها رمين لم تنفعه أنفع ميس نصرانيته لأنه قد ترك وكتجي ما أخذ عليه من العهد في شرعه ساوي أرقى يهودي النبي عيسى رمين دين ما يستوي. ولذلك قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. حسن حسين بركة وحو كتجي هي غير كي غلاد تكفير كا وحو كتجين عقله يستحق له بقيام الحجة إنه حجة قالوا لا يستيقظه وأوجي يا صق كسو حق الرأي عقله إنه كفلان يهي إنه واجبيه توحيدك شركة كان حرمه بدون دعوة الرسول وبدون نزول الكتاب حجة مستقلة إنه يهي أيوة قرر إرسال الرسل ينزل كتبنا إنه يا من باب تكثير الحجة والإكثار من الإعذار قف بركة دعوة الرسول ليس قارن يكفي واحد عقلك كفلان بيه يا في ثلاث قديم كا فكسوعو كترتيبيات كا إنه معذب يا في الآخرة هذو كل انتوا سوون حجة كقومين رسول بقى يا الله درين دعوة بيان قارن وحليه هي مباحث المشرقية رسالة سلة إلى هذا الصفحة سديتني يا فروح كلية سوى الشيء يا مركو الشيء حديثك حيثما مررت بقبر المشرك فبشره بالنار وفيه استحقاق المشرك إنه مضيع هيبقى كسوغان التعذيب بالنار نار اللي عذابه بسبب شركه سببتي سواء كان قبل البعثة أو بعدها قبل البعثة أو بعدها بولا عذاب يبي
markaasuu wuxuu ka isku dayay inuu qariro alla subxaanahu wa tacaala inuu cadaabayo cid aan rasuul soo dirin markaasuu wuxuu ka dhaliyay arrinka ahlu fataraadka in la cadaabayo ahlu fataraadka aan xujadu gaarin qowlka mu'taziliga qadarida ayuu doortay isagoo daliishanaya adilla caam ah oo ku soo aroortay cadaab al-mushrikiin wal kaafiriin gadaashi sana ku xooray adillada quraaniga iyo xadiiska nabawiyada ay ku tusaysa biluqul xujati inuu yahay shardul cadaabi sida imaan doonta marka kufriga iyo shirkigu waa sababul cadaab buluqul xujatina waa shardul cadaab ila shardiga la helana sababku ma fulo xukunkiis الله سبحانه وتعالى عندنا عذاب ما حتى يبعث إليه رسولا سوسا الله سبحانه وتعالى عندنا عذاب بغير ذنب وأنا كمال كعدل الله سبحانه وتعالى لما يستلنكس شغل سلام تيمية رحمه الله تعالى وحلي جواب الصحيح مجلد كلبات صفحة هذا صدح بقول 8 آفر وبينوا وحد أنهم قبل الرسول كانوا إليها قد اكتسبوا وشغل الأعمال التي توجب واجبين المقت والذم وهي سبب من العذاب لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم بالرسالة حجته إن الرسالة وقم تويب أرجع مركز سجاي هذا شديد وامحي والحسن والقبح العقليين ميلها لك على فريستي خلاصة انت ويا ذلكيس خلاصة ديسو وامحي حسن القبح حسن الافعال والقبح قعدتكم اني صدحها وقيب سماء عدي ترى هذا مركا عقلي وحبو واجبين وحبونا حرمية أساقنا قيام الحجة كفلا عدا سوا محي ومعتزلة وقدرية waxa kale oo inoo imaan doonta inay baraahimay ashraar yihiin oo wadada ay mareen ayaa inoo imaan doonta jalsadeena marka koobaad saasay noqonaysa waxaan ku ogaatay inuu xasaan waana si faafaahin doona si dheeraad ah waliba baabkan marka la joogo taxsiinka iyo taqbiixa iyo ciqaabta iyo la ciqaabayo kuwa aan xujadu ku qumin inuu yahay fi hada baab maxay inuu yahay mu'tazili qadari ah inuu yahay ayaa soo baxday وأنا أركض أن أنت أيضا كفافاسا هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك.